السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل كحك العيد. مبسوس العيد وكحك العيد احلى حاجة في الدنيا في الايام الحلوة دي. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة طلع ازاي معانا والنكشة باينة ازاي واللون مجمع ما شاء الله، وهش جوي خالص من جوه وناعم كمان. هنشوف كل اسراره مع بعض، كل الاسئله اللي في دماغك بتدور في دماغك بتقولي ازاي بيطلع بالجمال والحلاوه دي، ازاي ما بيفشلش مني وازاي ما بعرفش اعمله. هقول لك ايه تعملي ايه بالظبط عشان يطلع معاكي ناجح ودايب دوب زي ما انت شايفاه كده اهو. بصوا جماله، بص حلاوه الكحكه دايبه في ايدك، تحطها بوجك ما شاء الله تدوب على طول. بصي الكحكه ماسكه نفسها كمان وفي نفس الوقت دايبه وهشه من جوه، وتحسي ان هي كده ما شاء الله الله اكبر. هنشوف مع بعض كل اسرار وكل الاسئله اللي انت عايزاها علشان كحكك يطلع مظبوط وكحكك يطلع ايه احسن شيف واحسن حلواني وتعمليه في العيد. كل سنه وانتم طيبين، وهنبدا ونقول ازاي طلع معانا كده. بص دي مش محشيه ما شاء الله عليها، انا عملت منه محشي ومن غير محشي. هنقول بسم الله وننزل بكيلو دقيق، وعليه 3 معالق من السمسم، ومعلقة خميرة ومعلقة واحدة من البيكنج باودر. هحط واخلط بيه الدقيق زي ما انتوا شايفين. في اللحظة دي في نص كيلو سمنة، نص كيلو 500 جرام او نص كيلو واربع خمس معالق. ليه انا بعمل كده؟ انت لو عايزة الكحكة دايبة خالص هتبقى 600 جرام، عايزاها دايبة شوية زي ما احنا عاملين هيبقى كام 500 جرام. لو ملاحظة ان انا السمنة نزلت بقى حبة حبة مش مرة واحدة، ويا ريت تسألي نفسك ما تحطهاش كوبها مرة واحدة كده في النص زي ما كنا بنعمل زمان، لا، علشان ممكن سخونة وسخونة السمنة تحرق معاكي حبة من الدقيق اللي في النص ويدي طعم مرورة. فدي حاجة لازم تلاحظيها ولازم تاخدي بالك منها. انا هنزل كده بالسمنة وسبتها زي ما انتوا شايفينها تبرد، وهبدأ الملبن الحشو. الملبن انا ليه عملته دلوقتي؟ علشان ما يسيبش منك ويبقى عامل زي سايل يعني. هي معلقة زبدة عليه وبطراطيف صوابعك وتبدأي تفكيه وتكعوريها زي ما انت شايفة كده هو وتجهزيها للحشو. هكون في اللحظة دي الكحك العجينة بتاعتي بتبرد، احط كوباية مية دافية وعليها معلقة خميرة ومعلقة سكر واسيبها تخمر معاك. هنزل بقى، هو ده المهم في الكحك وده السر التاني او التالت اللي انت لازم تعمليه. ان انت السمنة بتاعتك تبقى سخنة، ما تبقى سخنة خالص، ان انت لازم تبسي بالطريقة دي. بس على ايديكي دوا بيخلي العجينة كلها متماسكة متجانسة مع بعض. السمنة بتتخلل كل حبة او كل ذرة دقيق. هنزل بكوباية الخميرة عندي اللي هي كوباية المية اللي فيها الخميرة حبة حبة. بصي انت تحسي ان هو طري معاك، لا هو ما بص خالص ما تقلقيش. هو مجرد ما انت بتلميه بصوابع ايديكي مش بتعجنيه. وده برضو خطوة مهمة ان انت ما تعجنيش الكحك عشان ما يبلوش عرج، لازم بطراطيف صوابعك. بصي تبقى معاكي. حبيت انت بصيتي على العجينة لقيتها مفتولة شوية، انزل بحبة مية. اعرف ازاي ان العجينة بتاعتي تمام، اديها كعورة زي ما انتوا شايفين كده وانزل بيها اشوفها زي ما هي ما شججتش، يبقى كده العجينة عندي تمام. هسيبها ربع ساعة بس. الحاجة التانية او السر التاني ان انت ما تسيبيش العجينة بتاعتك ان هي تخمر، لا انت بتسيبيها تريح ربع ساعة علشان تعرفي تشتغلي بيها صح. وبتستعملي المنجاش او بتستعملي طباعة او اي حاجة تاني انت عايزاها، وبتنزلي حبة حبة زي كده. بصوا الجمال والحلاوة، العجينة حلوة، فعشان كده المنجاش بيظهر معاكي. لو انت استعملت المنجاش والعجينة بتاعتك مش متجانسة ومش مخدومة حلو ومش معجونة حلو، مش هتديكي الشكل ان هو يبقى بارز زي كده. اهو انت بتعملي براحتك بقى وتشكل زي ما انت عايزة. اهو من هنا من على الجوانب من النص تاخدي واحدة من هنا واحدة من هنا مفيش مشاكل. تاخدهم صف ورا بعض، بتحطي الملبنية وبترطيف صوابعك زي كده في النص وتيجي من على الجوانب وتديهم عكس بعض. او تعملي واحدة طويلة في النص زي علامة زائد، ومن الناحية دي ومن الناحية دي زي ما انتوا شايفين كده، تطلع معاكي ما شاء الله. وهتسيبيه يخمر ساعة. هتسيبيه يخمر في الحالة دي بص نكشة ما شاء الله. انا حبيت بس هسيبته دلوقتي ربع ساعة نص ساعة عشان يخمر. انا بحب الحاجة دي اسمها بتاع المكبس ده بتاع زمان بيفكرني بايام زمان، فانا بحب اعمل صينيه كده علشان افتكر ايام زمان الحلوه بتاعت والدتي الله يرحمها. بتحسسنا بالعيد وبجمال العيد، كنا بتوزع علينا المكابس زي كده ونعمل معاها كحك العيد. بصوا لما دخل الفرن وطلع الله اكبر، مجمع من فوق ومن تحت واخد لون ذهبي. انت بصي دايب في ايديكي بالظبط، حاجة ما شاء الله. طبعا لو عجبك الفيديو واتمنى يكون عجبك الطريقة حلوة وجربيها.
دوسي لايك للفيديو وكمان اشتراك للقناة عشان يوصلك من عندنا كل جديد. اتمنى يكون الفيديو فعلا عجبكم. كل سنة وانتم طيبين. بصوا الحشو معايا كيف سايح ازاي من جوه ما شاء الله، شكله شهي 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 بجد، وروعة روعة روعة. واتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم.